تجد الأمور التافهة دائما تجد إلها الرواج بشكل كبير جدا. تجد إنسان مثلا الآن ممكن يختلق فتنة ويعمل له موضوع، وممكن يعمل شرخ حتى في المجتمعات، ممكن يطعن في مسلمات في الأمة وغير ذلك من الأمور، ويثير قضية قال يدعم. اللي بيواجه هذه النفاذ الفكرية يحجم. هذه ثقافة وهذه مشكلة أصبحت يعني غالبة على المجتمع. حتى بالفعل يا أحبابنا الكرام أنه أصبح حتى شرائح كثيرة من المجتمع الآن هي بطبعها بدأت تميل للأمور التافهة، بدأت تميل هي بطبعها للأمور التافهة. وهذا واضح يمكن على مستوى كل وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تليجرام، كذا. تجد الأمور التافهة أكثر رواج. طب مين اللي روجها؟ شعب بيبحث على الأمور التافهة، شعب بيبحث على الأمور التافهة. إنسان ممكن يكون عالم وإيجابي وصاحب علم وتوجيهات على مساحة الوعي، محجم. رقاصة، إنسان تبع أمور يعني سفيهة وتافهة وأحيانا تتناقض مع المجتمع، بتجد كل العيون وتلميع وتصوير إلى غير ذلك. إذا أحبابنا الكرام في عملية صناعة للتفاهة في المجتمعات، وهذا يسهل انقياد المجتمعات. أصبحت المجتمعات الآن يمكن بحكم الوظيفة وكذا أصبح كثير من الناس الآن أصبحوا مستخدمين. هو مستخدم في أطر معينة، حتى مساحة التفكير عنده محدودة، وتوجيهه دائما للأمور التافهة. على مدار مدى معين من الزمن يصبح كثير من الناس عندهم سطحية في الفكر. هذا انعكس على كل حياتنا، انعكس حتى على شبابنا الآن. يعني احنا بالعقل يعني كثير من الناس عندهم مسألة التقليد، بدأ يلون لي في شعره بطريقة معينة، قصات معينة، بيلبس لي بلاطين يعني ممزقة. طب يا أخي بالعقل يعني قال لا، هذه موضة، هذه موضة، الممزق هذه موضة، وبنقلد التقليد. لماذا؟ لأنه عنده سطحية، هو تأسس على منهجية سطحية.